تخيلوا بنات، بحكيكم قصة ليش زوجي ما يرفض الخواتة ولا طلب بالرغم من أنهم متزوجات. البنت تقول أنا أحب زوجي وزوجي يحبني وأحب أهله وأحب أم زوجي مرة طيبة وعلى نياتها وكل شيء أوكي، ما عدا واحدة من خواته حشرية بشكل أوفر. تقول هذه البنت ما أتحملها أبدا، وبعد ما نشوفها لازم تصير حساسية بيني وبين زوجي، يعني تصير مشكلة، يعني بعد ما يقابلها يصير بيني وبين زوجي حركات كذا. يعني السبب إنها متطفلة وتخص زوجي بكل شيء وتسأله عن كل شيء وتفاصيل التفاصيل وتجلس معاه وتتخصص فيه وكل شيء كل شيء حياته أول بأول، لدرجة أننا وحنا متجمعين مع الحريم كلنا وقاعدين نسولف وكذا تقول يلا أبى أقوم أشوف فلان، قصدها بتقوم تحقق مع فلان كذا. يعني البنت تقول المشكلة أنها دايم تتشكى من أهل زوجها ومن أم زوجها بالتحديد، تقول إنها مرة يعني متطفلة علينا وحشرية وتسأل عن كل شيء، يعني دايم تتشكى منها. تقول يعني أنا مستغربة، معقولة ما تحس على نفسها أنها هي نفسها؟ لا طبعا، حاسدة، هذه الشخصية الحاسدة اللي أنا أعيش سوء لازم حتى فلانة، ليش أنا بس كذا؟ يعني ليش مو على خواتها؟ ليش على أخوها ومرات أخوها؟ تقول طبعا أنا في شيء مضايقني أكبر منها، وشو؟ تقول إنها دايم ترسل لزوجي تعالوا وينكم من زمان ما شفناكم، وتعاتبه وتعاتبه وتعاتبه. تقول وحنا من يومين شايفينهم، هي ساكنة عند أهلها قريب أهلها، فدايم هناك، فتبيه دايم موجود وتسأله دايم وتبيه دايم تحت عينها أخوها ذا. المهم تقول يعني أنا إنسانة أحب بيتي وأحب أجواء بيتي وأقدس العلاقة الزوجية. تقول منكدة علي تعالوا 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 عشان يعني تستفرد في هالآدمي إنه يلا حقق معك. يعني تخيلوا تعامل معاملة يومين كأنها شهرين، كأنها يوم تعاتبه كأنها ما شافته من شهرين. طبعا هي بتعلمكم طريقة البنت ذي كيف ان الاخو مو بقادر يرفض لها طلب ويخدمها اكثر من زوجها وكذا حتى يشيل عيالها، يعني شيل. طبعا عادي هو، حتى البنت ما شاء الله تبارك الله تقول ما علي منهم، اهم شيء انه يعني تركيني شوية اعيش يعني كذا في بيتي قاعدة، ابلشتيني هجولتي بنا، طلعينا من بيتنا ونقعد عندك عشان حضرتك تحققين. طيب نجي ليش زوجها يحس بالذنب دايم تجاه خواته وما يرفض لهم ولا طلب ويشيلهم هم وعيالهم؟ ومرة يعني ليش؟ تقول مع العشرة عرفت ليش. تخيلوا يا بنات أنهم من النوع اللي يعاتبون عتاب أوفر، يبالغون في العتاب. يعني مثلا ما جاء يومين تقعد تعاتبه وتحزن وكذا أن كنا من شهرين ما شافته. والشغلة الثانية تقول بنات دايم يتشكون ودايم هم دور الضحية، يتشكون من أزواجهم من أهل أزواجهم. تقول هو الوضع عادي بس شكاويهم تعيش دور الضحية، أنها هي المضطهدة المظلومة اللي سووا فيها وحطوا عشان الكل يخدمها. فهمتوا؟ الحين البنت تسأل تقول بنات هل هذا شيء طبيعي؟ وهل إن بعض الخوات يسوون زي كذا مع أخوانهم أن هل هذا من الحب؟ تقول لي أنا عندي أخوان بس إني مو ناشبة لهم، تقول مع إني أحبهم وأموت فيهم، تقول بس ماني ناشبة لهم، وينكم تعالوا يلا ونشوفكم ولازم تجون كل يوم. يعني خلاص كل واحد عنده حياته وعياله. يعني شوفي من خلال القصة اللي واضح أن زوجك يحبك وأهل زوجك أمه كويسة وطيبة وتحبك، فالموضوع هذا كله كنز، الحياة مستقرة الحمد لله، هذا كله كنز. خلي أخت زوجك ذي شخصية جانبية ما هي محور، يعني شيء جانبي كذا كماليات، إذا مش أوكي عادي، يعني لا تحطينها محور. وحتى بينك وبين زوجك تصير محور، ليش فلانة قالت؟ لا تحطينها محور، خليها شيء جانبي، يعني لأنه كل شيء أوكي إلا هذه الآدمية المزعجة، فجنبيها نفسيا أول شيء. ثاني شغلة اللي أنا أشوفها أن المشكلة مو في أنها هي متطفلة، عادي في ناس كثير يغلطون، يعني يكونون ما هم كويسين وكذا، بس يكون في أحد يحط حدود. زوجك مو حاط حدود، هذا هو الموضوع، أن المشكلة في الحدود، إن وينكم تعالوا يكثرون النداء، وينك تعال مرة يقول أوكي ومرة يقول لا، ليش لازم كل يوم لا؟ فأنت ما تقدرين تقولي لا لا تروح لأهلك، بس اشغليه، يعني شوفي لك مشوار روحي مشوار مع أي مكان، مو علشان أن أنت بتقطعينه من أهله، بس عشان يتعلمون الحدود بس. ولا هم هلا ولهم حق عليه هلا، يعني في النهاية، بس علشان ما يصير في ناس إذا ما حطيتي لهم حد خلاص تمسخ، يصيرون خلاص كأنهم جالسين في وسط بيتك، مو بحلو. يعني يمكن زوجك مرة طيب، فأنت بذكاء
خليه يعني يعتذر، انك مثلا طلعي لك موعد عياده، دوري لك اي شيء اشغليه معك فيه عشان يعتذر، مو دايم اوكي يلا اوكي يلا كل يومين. وين بصراحه من كلامك واضح ان البنت دايم في بيت اهلها وما عندها حياه صدق، ممكن انه فعلا ما عندها حياه وفعلا ان زوجها مقصر فيها وما عندها حياه زوجيه، فخلاص الواحد من الفراغ، بعض الناس يعني من الفراغ ما تبدا تركز في نفسها وشلون ترتب حياتها، تركز في حياه الناس. وهذا وش مسوي في حياته؟ ليش مو هم زيي؟ ليش هم مو زيي؟ أبيهم زيي. هذول الشخصيات اللي ما اشتغلوا على نفسهم فما هذبوا نفسهم يعني، فجهل منها طبعا. فالبنت الحين بس تبي تفهم، تقول يعني اللي كذا يسوون مع اخوانهم، انتوا من محبة تسوون كذا ولا لقافة؟ ولا تبين نفسك قاعد كل يوم عندك يسمع لك، يعني تقول طول الوقت تبيه يطلع عندهم، يلا قاعد يلا نحقق معك، وش صار معك، وش رحت، ايش سويت، وسوي كذا ولا تحط كذا، فهمتوا؟ هي تقول هل هذا طبيعي يعني العلاقة دي ولا غلط؟ بنات ترى كل شيء استخدمه حاطتها في البوتيك حقي، ورابط البوتيك في البايو. بنات حاطت لكم اشياء الحين للعيد، ارواج ومحددات.